السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أول مرة بلعب بطولة كأس العالم في فيفا موبايل. أتمنى يعجبكم. لا تنسوا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم. مشاهدة ممتعة. الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لكأس العالم. البرتغال تواجه أورجواي. هذه مباراة في كأس العالم مشاهدينا تحمل شعار المسابقة، وهذا أمر يعني الكثير بكل تأكيد. نعرف بأن خطيرة لكريستيانو، في المرمى، هدف أول في هذا اللقاء. أصبحت الأمور أكثر إثارة، اشتعلت الآن، احترقت في هذه اللحظات. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. تدخل يبعد الكرة، تمريرات بهدوء بعرض الملعب للوصول إلى منطقة الخطر. تدخل خطير داخل المنطقة، افتكاك سليم للكرة. كريستيانو رونالدو بيمر فيها بيعديه، خطورة مستمرة. يا رب، الدون يتألق، الدون يحرك المرمى. مع متابعة جديدة للهدف في الإعادة، شوف الانطلاقة، شوف الروعة، شوف المهارة، مجهود فردي متكامل وهدف استثنائي. إذا عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. حلو التدخل، شوف افتكاك الكرة بدون خطأ. بيعدي وبيمر بالكرة، يجب بأن تستغل. مستحيل. الله على الكرة، على اللعبة، شوف وتعلم. الله على النهاية، على الأسلوب. هاتريك من الدون، هو الكل في الكل، هو الهجوم، هو الدفاع، هو الهاتريك، هو النجم، هو من يسجل بكل الوضعيات. أي شخصية وأي سطوة وأي جبروت. دياراس كايتا، حلو التدخل على الكرة. إيدينسون كافاني، لن بيعدي فيها، يتقدم فيها، ما زالت هناك خطورة. رونالدو، فرصة هدف. الله 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 على السحر، على العطر، على النثر، على الفلسفة، على الهندسة. يا سلام يا سلام. إذا حتى اللحظة مشاهدينا المباراة باتجاه واحد، والنتيجة تؤكد ذلك. فارق ضربة بداية الشوط الثاني من مباراة دوري المجموعات لبطولة كأس العالم. لويس سواريز، تدخل بيخلص الكرة، فرصة والمساحة موجودة، يجب استغلال الفرصة. الكرة في المرمى، مهارة خيالية، نهاية خرافية، حط على الطاير بالكرة، لا يسجلها إلا الكبار. خماسية نظيفة، نتيجة عريضة جدا من المستحيل تعويضها. حارس في مكان جيد وينجح في إيقاف هذه الكرة. لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. استخلاص ممتاز داخل المنطقة، كرة بشكل جميل. يا رب، هدف لمصلحة البرتغال، هدف لأحفاد يوسيبيو. مباراة من طرف واحد، والنتيجة مشاهدينا متابعينا تدل وتؤشر على ذلك. يتقدم بالكرة، كرة ما زالت خطيرة. مستحيل مستحيل، هدف ولا أروع، هدف في هذا التوقيت. واضح المدرب راح يدفع بلاعب بديل من على دكة البدلاء. مباراة كانت من جانب واحد، فرق الأهداف كبير وراح يكون من الصعب تعويضها. مر فيها، انطلق فيها، راح. مستحيل. الكرة في المرمى في هذه اللحظات. الله على الكرة، على إبداع، على نهاية
المباراة في اتجاه واحد، بجانب واحد، النتيجة عريضة حتى لو من الصعب تعويضها. فرصة لجواو فيليكس الآن، تخرج إلى ركلة ركنية. أوه، على الضربة الرأسية، على النهاية، على الهدف، يا رب على هذه الكرة. المباراة واضح في طريق واحد، الفارق كبير في النتيجة. 9 دقائق متبقية من عمر المباراة. المدرب قرر يغير في هذه اللحظات. ركلة حرة لمنتخب البرتغال. برونو فرنانديز، جواو فيليكس، برناردو سيلفا، فرصة خطيرة. لا، الله على حارس المرمى، الله على هذا التصدي، أي تألق وأي إبداع. إبعاد سيء للقطة، ما زالت خطيرة. والآن تأتي فترة نهاية المباراة وفوز أصحاب الأرض على ملعبهم وبين جماهيرهم. مباراة كبيرة من اللاعبين، تفوق. كل شيء جاهز هنا في ملعب البيت، والأجواء الجميلة حاضرة قبل انطلاقة هذه المباراة المرتقبة. وسأكون معكم كالعادة، أنا محدثكم فارس عوض. وهنا الجولة الثانية لدور المجموعات من مونديال قطر. من أجواء الملعب والمدرجات تشعر بأهمية هذه المباراة. أي مباراة في كأس العالم مشاهدينا هي مباراة خطيرة لكريستيانو. الهدف الأول في المباراة، هدف في الدقائق الأولى، يشعل الأجواء، يفتح المباراة على كل الاحتمالات. هدف الآن راح يزيد الحذر، راح يزيد الحماس. الله على البداية. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. برونو فرنانديز، رونالدو، فرصة هدف، يا رب، هدف لمصلحة البرتغال، هدف لأحفاد يوزيبيو. نشوف إعادة الهدف مرة أخرى، شوف الانطلاقة، شوف الكرة والمجهود الفردي، الخطأ على المدافعين بترك كل هذه المساحات وترك لاعب بقيمته ينطلق من كل هذه المسافة. يا سلام على التدخل بدون مشاكل أمام مساحة في هذه اللحظات. يجب استغلال الفرصة، الكرة في المرمى، بطل اليوم، بطل الهاتريك. أي مباراة، أي أداء، أي روعة، أي احتفالية، أي أجواء، أي لاعب أسطوري. مباراة لن ينساها أبدا. بيخلصها في هذه اللقطة. تدخل وافتكاك في منطقة الجزاء، بيبعد الكرة بشكل ممتاز. والآن مع رافائيل لياو، وصلت إلى برناردو سيلفا، إمكانية للتسديد، هدف في المرمى الآن. مهارة غير عادية، المخرج مستمتع بالإعادة، بالتوغل، بالحطة في النهاية في الشباك. كمان نشاهد ونتابع شوط أول من طرف واحد. من الصعب على الفريق الخصم أنه يعوض هذا الفارق من الأهداف في الشوط الثاني. وصول الدعم من الزملاء في هذا التوقيت، فرصة هدف الآن، تدخل رائع بتوقيت مثالي. خطيرة لكريستيانو، يا رب، تهتز الشباك، هدف يأتي في هذا التوقيت. خماسية نظيفة، نتيجة عريضة جدا من المستحيل تعويضها.
يتجاوز الدفاع، ينطلق يتقدم فيها بدون رقابة، لكن خلاص كانت المساندة دفاعية وإنقاذ للموقف هنا. إذا نهاية مجريات أحداث الشوط الأول. ضربة بداية الشوط الثاني من مباراة دوري المجموعات لبطولة كأس العالم. تدخل وكرة تبعد. كريستيان يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة، ما زالت هناك خطورة. الله الله الله، هدف يحرك الشباك، هدف يشعل الأجواء. هزيمة كبيرة جدا، 6 أهداف مقابل لا شيء، نصف درزا، نتيجة من المستحيل تعويضها. حلو التدخل على الكرة، يتقدم بالكرة، ما زالت الكرة خطيرة. يا رب، هدف برتغالي. الله على هذه الكرة، كرة تحرك المرمى. مباراة واضح في طريق واحد، الفارق كبير في النتيجة. فرصة خطيرة هنا، هجمة مستمرة، مستحيل، هدف من كريستيانو رونالدو. الآن أصبح الفارق كبيرا بين الفريقين، ولا أعتقد بأن هناك مجال للعودة في هذا اللقاء. إبعاد للكرة من جانب الفريق الخصم. الحكم يعطي الأفضلية لمصلحة المنتخب البرتغالي. فرصة كبيرة للتسجيل. يا لعيب يا لعيب، هذا كثير جدا كثير جدا، هدف سينمائي، هدف عبقري. النتيجة عريضة أعزائي المشاهدين، شاهدنا فريق يسجل وفريق آخر يستقبل الأهداف. رونالدو فرصة هدف، يا الله، تصد خالي من حارس المرمى. يا لعيب، الله على هدف من الدون كريستيانو. شوف الهدف من جديد، شوف هذه العرضية المثالية لتصل بعدها كرة خطيرة إلى دون كريستيانو، واللي حولها براسه إلى المرمى. تغيير الآن لمصلحة المنتخب البرتغالي. قربنا من النهاية، المباراة أعتقد انتهت مسبقا لأن فارق النتيجة كبير جدا. فرصة هدف الآن، شجاعة كبيرة في الاندفاع من المرمى واستخلاص الكرة بهذا الشكل. دقيقتين تفصلنا عن صفرة النهاية. برناردو سيلفا، والآن تأتي صفرة نهاية المباراة وفوز أصحاب الأرض على ملعبهم وبين جماهيرهم معكم من خلال هذه المباراة. ونحن على موعد مع بداية الطريق والمشوار في دور المجموعات من بطولة كأس العالم. الإثارة، كل الإثارة منتظرة متوقعة. نحن في انتظار مباراة كبيرة في هذه الجولة من دور المجموعات لكأس العالم. دائما ما نشير إلى أهمية البدايات، والبدايات المونديالية لها بريق آخر. برناردو سيلفا، الآن فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. يا رب، هدف من برناردو سيلفا. عندما تأتي الكرات مكانها الشباك، يعرفها وتعرفه. الله على الهدف. استئناف اللعب مرة أخرى مع تقدم المنتخب البرتغالي في النتيجة. استخلاص الكرة بشكل ممتاز، خلصها في اللقطة الماضية. رونالدو فرصة هدف، خطورة مستمرة، محاولة لكن الحارس يتصدى لها بكل سهولة. بيبعد الكرة بشكل ممتاز. الحكم يطلق صافرته معلنا وجود حالة تسلل. تدخل ممتاز هنا،
الكرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. يخترق ولدي المساحة. هدف في الأمان، هدف في الراحة، هدف في الثقة، فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي، الحذر مطلوب، عدم التراخي أيضا لأن الوقت ما زال كافي للعودة. إذا عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. محمد قدوس. الفريق يواصل احتفاظ بالكرة، نقلات مستمرة، البحث عن ثغرة، البحث عن مساحة، البحث عن فرصة للتقدم. يشتت الكرة في هذه اللقطة. كرة يفقدها بعد تدخل الخصم. تقدم، ينطلق بالكرة الخطيرة. ما زالت الكرة خطيرة. الله على الحارس، يا رباه، هدف من برناردو سيلفا. الله على الكرة في المرمى، على الروعة، على التسجيل، على المهارة، على الكرة تحرك الشباك. مباراة كانت من جانب واحد، اللقاء بدأ منتهيا بهذا الفارق الكبير. على كل حال ما زال هناك متسع من الوقت انطلاقة الشوط الثاني من مباراة الجولة الأولى لمرحلة المجموعات في كأس العالم. بيخلصها في هذه اللقطة. روبن نيفيز. كريستيانو رونالدو بيخلص الكرة ويبعد الخطورة. خطيرة لكريستيانو. مستحيل مستحيل، هدف ولا أروع، هدف في هذا التوقيت. رباعية نظيفة، واضح أن المباراة تسير في اتجاه واحد. يبعد الكرة بعد هذا التدخل. روبن نيفيز تصل لبرناردو سيلفا. حالة تسلل يعلن عن وجود حكم المباراة المساعد. تغيير الآن لمصلحة المنتخب البرتغالي، لكن بيبي بيقرأ بشكل سليم. نقل اللعب، فرصة خطيرة هنا، يا رب، هدف برتغالي. الله على هذه الكرة، كرة تحرك المرمى. نشوف الهدف مرة أخرى، تمركز رائع هنا من هذه المسافة القريبة أمام المرمى، لا يمكن إلا أن تضع الكرة في الشباك بكل تأكيد. خماسية نظيفة، نتيجة عريضة جدا من المستحيل تعويضها. فرصة والمساحة موجودة، خطورة مستمرة. يا مجنون يا مجنون، هذه الأهداف تختار أصحابها. الله على المتعة، الله على النهاية. مباراة كنا نتمنى بأن تكون أكثر ندية، لكن واضح الاستسلام تماما في هذا اللقاء. تدخل جميل من اللاعب. محمد قدوس، شوف المساندة، شوف طلب الكرة من الزملاء، لكن خلاص انتهت. كان هنالك فشل في استغلال الفرصة. هذه هي فرصة هدف. كرة ما زالت خطيرة. نجم اليوم بلا منازع، هاتريك للمرة الثالثة يزور الشباك. قربنا من النهاية. المباراة أعتقد انتهت مسبقا لأن فرق النتيجة كبير جدا، من الصعب تعويضه في الوقت المتبقي. يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة في كل مكان وبكل وضعية. لا تسألني عن الطريقة، اسألني عن الطريق. الله على الهاتريك. انظر إلى الهدف من جديد، شاهد الهدف، تابع المهارة، شوف النهاية، شوف الدقة، شوف الفرحة، شوف الهاتريك. وتنتهي المباراة الآن على فوز و3 نقاط أولى في بداية المشوار وانطلاقة مرحلة المجموعات من هذه البطولة. دائما ما نقول ونكرر بأن البدايات مهمة جدا لأنها تترك انطباعها على الجميع، سواء
مشاهد جميلة وأجواء رائعة من ملعب البيت واللي يحتضن مباراة اليوم. من كابينة التعليق تواجد معكم فارس عوض، واليوم سنكون على موعد مع مباراة في دور ال16 من بطولة كأس العالم. البرتغال خطيرة لكريستيانو، الله على الارتماء من حارس المرمى. شوف التصدي، بيخلص الخطورة عن مناطق قريبة جدا. زيفكوفيتش تدخل يبعد الكرة، بيعدي وبيمر بالكرة. الهجمة ما زالت قائمة، مستحيل هدف من كريستيانو رونالدو. نلقي نظرة جديدة على هذا الهدف. التمركز هو أساس هذا الهدف، التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب، ومن ثم وضع الكرة في الشباك. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. كريستيانو أمام مساحة في هذه اللحظات، خطورة مستمرة. حارس المرمى قام بكل شيء في اللقطة الماضية من مسافة قريبة، لكن حافظ على تركيزه ونجح في الاختبار. رونالدو فرصة هدف، مستحيل هذا التصدي. الله على كرة رأسية مثالية باتجاه المرمى، لكن الحارس خلصها. كرة خطيرة، حلوة التسديدة، كانت قريبة من المرمى لكن عدت، لكن مرت. كان ممكن تكون هدف في اللقطة الماضية. فلاهوفيتش، هدوء وبناء غير متسرع للكرات بالرغم من التأخر في النتيجة. بيمر فيها، بيعديه. كرة ما زالت خطيرة في المرمى. الله على الروعة، هدف آخر يوسع الفارق لهدفين، تقدم مستحق في النتيجة. إذا عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. تقدم، هذه هي فرصة هدف. الكرة الهوائية، مستحيل اللعبة، مستحيل اللقطة. الله على الكرة، على النهاية. أوه على هذا الهدف، متاني. هاتريك من الدون، هو الكل في الكل، هو الهجوم، هو الدفاع، هو الهاتريك، هو النجم. ينطلق الآن شوط المباراة الثاني، ونحن على موعد مع 45 دقيقة أخرى من الإثارة. حكم يعطي الأفضلية هنا. تدخل خاطئ مرة أخرى، وهذه المرة صافرة وركلة حرة. كريستيانو رونالدو يتدخل، خطيرة لكريستيانو. كرة في الهواء من لمسة أولى، مستحيل. الكرة في المرمى في هذه اللحظات. الله على الكرة، على إبداع، على نهاية. يا سلام على الكرة في المرمى. هدف يوسع به الفارق، نتيجة ثقيلة جدا، 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة. يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة، خطورة مستمرة. يا لعيب، الله على هدف من الدون. كريستيانو، خماسية نظيفة، نتيجة عريضة جدا من المستحيل تعويضها. برونو فرنانديز، وصلت لفرنانديز. يا رب، تهتز الشباك. هدف يأتي في هذا التوقيت، هدف كان بطريقة رائعة، بمهارة فردية غير عادية. لاعب بهذه الإمكانيات لا يمكن أن تترك أمامه كل هذه المساحات أو هذه الحرية، لأن العقاب سيكون سريعا. الله على التدخل مثالي، شوف كيف خلص الكرة. كريستيانو رونالدو
رونالدو فرصة هدف. يا الله، كرة في المرمى. الآن أصبح الفارق كبيرا بين الفريقين، ولا أعتقد بأن هناك مجال للعودة في هذا اللقاء. كريستيانو رونالدو عنده فرصة للتسجيل، حارس بيتصدم، يمنع فرصة هدف محقق. تألق كبير في اللقطة الماضية من حارس المرمى. واضح المدرب راح يجري التغيير في هذا التوقيت. رأسية ملعوبة، الله، تصدي خرافي من حارس المرمى. ضربة ركنية تمنحهم فرصة جديدة، لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. يا رب، هدف برتغالي. الله على هذه الكرة، كرة تحرك المرمى. قربنا من النهاية، المباراة أعتقد انتهت مسبقا لأن فارق النتيجة كبير جدا. من الصعب تعويضه في الوقت المتبقي. برناردو سيلفا، تدخل دفاعي قوي، خطورة لبرناردو سيلفا، هدف في المرمى الآن. شوف الهدف من جديد، التمركز والتحرك في المكان والتوقيت، يضع الكرة في الشباك ولا يترك مجال لحارس المرمى للتصدي. النتيجة عريضة أعزائي المشاهدين، ولا تنتهي هذه المباراة وبشكل رسمي سيتواجد الفريق في الدور القادم من هذه البطولة. سيطرة من البداية للنهاية، ثقة كاملة، يستمر. جميلة جدا الأجواء هنا في ملعب لوسيل اللي يستضيف في مباراة اليوم، واللي ننتظر منها الكثير والكثير في الحقيقة. طبعا ومعكم محدثكم فارس عوض، نرافقكم من كابينة التعليق. واليوم سنكون في تغطية ومتابعة في ربع نهائي ناري ضمن بطولة كأس العالم. البرتغال في مواجهة إسبانيا. الأمور تشتعل أكثر وأكثر في المسابقة مع تبقي 8 فرق فقط في هذه البطولة، والكل عين على حجز مكانه في السيمي فاينل. 90 دقيقة سنتعرف من سيمر إلى نصف النهائي. كريستيانو رونالدو، مرة كريستيانو رونالدو، مستحيل البداية، أي قوة، أي إثارة، هدف مبكر، اشتعلت الأجواء. انظر إلى الحماس، استمع إلى الأصوات. الله على هذا الصخب. كانت المباراة من جديد على تدخل المنتخب الإسباني في النتيجة. حلو التدخل واعتراض الكرة. يستعيد الكرة بتدخل سليم. كيربي مر فيها بيعديه، يجب بأن تستغل. هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين، مزيد من الراحة. الأمور لم تنتهي لكنها اقتربت الآن. إذا عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. فرصة خطيرة هنا، الهجمة ما زالت قائمة، الكرة في المرمى، يضعها ويسجل هدفه الثالث. هاتريك لهذا اللاعب الكبير. ثلاثية ثقيلة الآن، هدف ثالث يوسع الفارق في هذا اللقاء. خطورة لبرناردو سيلفا، يا رب، هدف من برناردو سيلفا. الله على المهارة، الله على المتعة، لاعب يعرف طريق المرمى جيدا. مباراة كانت من جانب واحد، اللقاء قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. يا رب، هدف برتغالي. الله على هذه الكرة، كرة تحرك المرمى. الفارق الفني كبير جدا بين الفريقين في مباراة اليوم. واضح أن المباراة تنتهي. الفريق يواصل الاحتفاظ بالكرة، نقلات مستمرة، البحث عن ثغرة، البحث عن مساحة، البحث الشوط الثاني. ونذكركم بتأخر المنتخب الإسباني. حلو التدخل على الكرة، يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح
خروج مميز من حارس المرمى، شجاعة كبيرة، افتكاك للكرة، ينقذ فريقه من هجمة خطيرة. كريستيانو رونالدو، فرصة للتسديد، يا رب، الكرة في المرمى، تحرك الشباك، تحرك المدرجات. الله على اللقطة، على الكرة، على النهاية. تغيير الآن لمصلحة المنتخب البرتغالي. هزيمة كبيرة جدا، 6 أهداف مقابل لا شيء. نصف فرصة لجواو فيليكس الآن، كرة على الطاير والكرة في المرمى. نشوف إعادة للهدف مرة أخرى. ما كان في مساندة، اعتمد على نفسه، على مهاراته، على إمكانياته، توغل في المساحات. هدف يسأل عن الدفاع، كيف يتركوه يقوم بكل هذا. جواو فيليكس ينطلق بالكرة الخطيرة، ما زالت الفرصة أمامه. يا رب، أي هدف هذا، أي لعبة، أي كرة، أي سلطنة. يا مزاجك يا لعيب. الآن أصبح الفارق كبيرا بين الفريقين، ولا أعتقد بأن هناك مجال للعودة في هذا اللقاء. أمام مساحة في هذه اللحظات، خطورة مستمرة. ما يحدث مرتين يحدث للمرة الثالثة. أي شهية مفتوحة، هاتريك كبير للنجم الكبير. نتيجة توضح لك حالة المباراة. شوف التفاوت الكبير في المستوى بين الفريقين في مباراة اليوم. بيدري، موراتا، فرصة لوضع الكرة في الشباك. الله على كرة، استخلاص وتدخل ممتاز. 8 دقائق تفصلنا عن نهاية اللقاء. برناردو سيلفا، كارفاليو، برناردو سيلفا، وصلت لفرنانديز. يجب استغلال الفرصة. يا رب، هدف لمصلحة البرتغال، هدف لأحفاد يوزيبيو. صافرة نهاية المباراة مشاهدينا، تعلن عن التأهل رسميا والمرور للدور القادم. فوز كبير معبر عن سيطرة الفريق. بهذه الأجواء الرائعة في ملعب لوسيل، كل شيء جاهز والكل متحمس لهذه المباراة. من كابينة التعليق معكم فارس عوض. أعزائي المشاهدين، عندنا هنا مباراة كبيرة مرتقبة في سيمي فاينل البطولة الأكبر، بطولة كأس العالم. البرتغال في مواجهة فرنسا. الآن الإثارة وصلت إلى ذروتها، المتبقي 4 فرق فقط، والتنافس أصبح على أشد بينهم للوصول للمباراة. عنده فرصة للتسجيل، لابد أن يتصرف. يا رب، هدف يشعل الأجواء، هدف أول في السيمي فاينل. الوضعية اختلفت الآن، الأجواء مختلفة، المباراة اشتعلت في هذه اللحظات. كرة خطيرة عن فرنانديز، الكرة في المرمى. الله على الهدف، هدف تعزيز التقدم، تقدم مستحق هنا بفارق هدفين. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن 2 مقابل لا شيء. كريستيانو، هذه هي فرصة هدف، كرة ما زالت خطيرة، مستحيل هدف من كريستيانو رونالدو. لا يمكن أن توقفه عن التسجيل. هذه الكرات يعشقها، يتنفس عليها. 3 أهداف مقابل لا شيء هي النتيجة الحالية. تقدم مريح جدا ب3 أهداف كاملة. فرصة خطيرة الآن، يا رب، معزوفة، سيمفونية، ضرب وأقدام من ذهب. الله على الهدف، هاتريك من الدون. هو الكل في الكل، هو الهجوم، هو الدفاع. كرة لجريزمان فيها خطورة.
كانت هناك خطورة، ينجح في استخلاص الكرة في الوقت المناسب. حلو التدخل واعتراض الكرة. كريستيانو رونالدو وفرصة هدف. يا رب، الكرة في المرمى تحرك الشباك، تحرك المدرجات. الله على اللقطة، على الكرة، على النهاية. إذا حتى اللحظة مشاهدين، المساحة أمامه في هذه اللحظات. مستحيل هذا الهدف. الله على كراته، على لعباته، على مهاراته، على فنياته. هدف مذهل من لاعب مذهل. هزيمة كبيرة جدا، 6 أهداف مقابل لا شيء، نصف ترسن. نتيجة شوط ثاني ينطلق الآن على تأخر منتخب فرنسا في النتيجة. تدخل وكرة تبعد. كريستيانو يحافظ على كرته، خطيرة لكريستيانو، فرصة خطيرة جدا، لكن لوريس في المرمى بكل ثبات يتصدى. بشتت الكرة. تدخل جميل من اللاعب. جريزمان، فرصة خطرة مع جريزمان. اوهو، ماذا يفعل الآن في المرمى؟ يا رب، يا سلام على هذه الكرة، على اللمسة، على اللقطة، على الكرة تحرك الشباك. النتيجة الآن 6-1، 5 أهداف تفصل بين الفريقين. مبابي، كريم بنزيما، انظر كريم وفرصة هدف الآن. مجنون حارس المرمى، شوف الدفاع عن المرمى بكل ما يملك. فرصة هدف محقق، عنده فرصة للتسجيل. خطورة مستمرة. يا رب، هدف من برناردو سيلفا. نلقي نظرة جديدة على هذا الهدف. التمركز هو أساس هذا الهدف، التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب، ومن ثم وضع الكرة في الشباك. مباراة كانت من جانب واحد، فرق الأهداف كبير وراح يكون من الصعب تعويضها. بيعدي فيها، يتقدم فيها. يا رب، أي لعبة وأي كرة، أي لقطة وأي لمسة. الكرة في المرمى، هدف ونار وإعلان. قربنا من النهاية، المباراة أعتقد انتهت مسبقا، لأن فرق النتيجة كبير جدا، من الصعب تعويضه في الوقت المتبقي. 5 دقائق تفصلنا عن صافرة نهاية المباراة. محاولات من جريزمان لدعم الهجوم، كرة بتتخلص ينطلق بالكرة الخطيرة، خطورة مستمرة. فرصة لجواو فيليكس الآن، كرة تقف عند حارس المرمى بدون أي مشاكل. والآن تأتي صافرة نهاية المباراة لتعلن رسميا وصول أصحاب الأرض للمباراة النهائية. نصف النهائي عادة نشوف فيها إثارة ودسية بين الفريقين، لكن في هذه المواجهة كان هناك طرف. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. هنا ملعب لوسيل ومعكم فارس عوض من كابينة التعليق، واليوم نلتقي لمتابعة نهائي بطولة كأس العالم المونديال، يصل إلى محطته النهائية، محطة الاحتفالات ورفع الألقاب. هنا مباراة تلعب على كل شيء، هنا كرة خطيرة. يا رب، الكرة في المرمى، هدف أول في نهائي المونديال. يا لها من لحظات هستيرية هنا في ملعب اللقاء. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء.
الكرة مع البرتغال والحكم يعطي إتاحة الفرصة. تمت إتاحة الأفضلية في المرة الأولى، لكن في الثانية تأتي الصافرة. جابرييل جيسوس، لكن الكرة لم تحقق المطلوب منها. كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. هذه هي فرصة هدف. أوه، هدف تعزيز التقدم يأتي، يقتربون أكثر فأكثر في هذا النهائي. يا لها من أجواء، يا لها من إثارة، نهائي من نار حتى الآن. إذا عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. تدخل اللاعب يفقد الكرة. كريستيانو أمام مساحة في هذه اللحظات. كرة على الطاير، مستحيل. هدف من كريستيانو رونالدو. يعشق الشباك، يعشق المرمى، لا يمكن أن يهدر مثل هذه الكرات. الله على هذا الهدف. كما نشاهد ونتابع شوط أول من طرف واحد. من الصعب على الفريق الخصم أنه يعوض هذا الفارق من الأهداف في الشوط الثاني. بيعدي فيها، بيمر، بيعدي. أوه، سجل الهاتريك، أكمل الثلاثية. المباراة الخيالية، المثالية، الاستثنائية، مباراة غير عادية. يخطف الأضواء، كل الأضواء والأنظار. يا سلام على نجم الهاتريك اليوم. فرصة متاحة للتسجيل. يا رب، هدف برتغالي. الله على هذه الكرة، كرة تحرك المرمى. خماسية نظيفة. هذه الكرة للتسديد الآن. مستحيل، مستحيل. هدف ولا أروع، هدف في هذا التوقيت. هزيمة كبيرة جدا، 6 أهداف مقابل لا شيء. والآن نعود إلى أرض الملعب مع ضربة بداية الشوط الثاني من نهائي كأس العالم. كريستيانو رونالدو بيمر فيها، بيعديه. يا رب، الدون يتألق، الدون يحرك المرمى. النتيجة عريضة أعزائي المشاهدين. شاهدنا فريق يسجل وفريق آخر يستقبل الأهداف. تدخل بيخلص الكرة. كريستيانو بيعدي فيها، فرصة الآن. يا لعيب، الله على هدف من الدون كريستيانو. المباراة في اتجاه واحد، من جانب واحد. النتيجة عريضة حتى الآن، من الصعب تعويضها. تدخل والكرة بتروح. رونالدو، فرصة هدف. يا مجنون، يا مجنون. هذه الأهداف تختار أصحابها. الله على المتعة، الله على النهاية. الفارق الفني كبير جدا بين الفريقين في مباراة اليوم. واضح أن المباراة تنتهي. مساندة تصل الآن. رافينيا، فرصة لوضع الكرة في الشباك. تدخل حاسم في المكان المناسب. ربع ساعة لنهاية أحداث هذا اللقاء. خطيرة لكريستيانو. يا رب، هدف لمصلحة البرتغال، هدف لأحفاد يوزيبيو. مباراة واضح في طريق واحد، الفارق كبير في النتيجة. تدخل ناجح على الكرة. محاولة، هذه كرة هدف الآن. رونالدو في موقف تسلل.
توقع جيد في قطع الكرة. نلعب الآن في الدقائق الأربع الأخيرة. رونالدو فرصة هدف. الله على التدخل، الله على الشجاعة. وها هي صافرة نهاية المباراة ونهاية المونديال العالمي. يا لها من أوقات الآن، هذه ليست لحظات عادية. مبروك للبايرن.